اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى، فين عشاق الفول؟ يعني طبعا احنا يعتبر يوميا كده كل يوم، يعني ما بنستغناش عن طبق الفول ده، وخصوصا كده في اوقات الصيام. هنعمله النهارده بطريقه مختلفه جدا، الطعم خطير، يعني هتجربوا الفول ده بجد هتدعولي عليه. على الطريقه اليمنيه، على الطريقه المشهور، الطبق ده مشهور في المطاعم اليمنيه، مختلف شويه عن اللي احنا بنعمله هنا في الخطوات وكده وفي الطعم. بس بجد حلو جدا. شايفين يعني شكل طبق الفول حلو قوي كمان، مش مفيهوش بقى ولا قشر فول ولا قشر طماطم ولا اي حاجة خالص. يلا بقى حطوا لايك للفول الحلو ده، وتعالوا نبدأ على طول نعمل الطبق الجميل بتاعنا ده. معايا هنا اول حاجة 3 وحدات كده من الطماطم، او 4 على حسب كمية الفول اللي هتعملوها. غسلتهم كويس اوي وهقطعهم في شفشق الخلاط، وهقطع عليهم قرنين من الفلفل الرومي وقرن فلفل حامي كده بقى، عشان ايه؟ نظبط بقى طبق الفول يكون مشطشط كده بقى ويفتح النفس. وفصين 3 من التوم، انا عندي هنا التوم المفروم حطيت كده حوالي نص معلقة، وهضربهم في الخلاط، هضربهم كويس اوي، مش عايزة يكون فيهم قشر لاي حاجة خالص. ممكن تحطوا معلقتين مية كده تمشوا بيهم الخلاط يعني. بعد كده بروح على البوتاجاز في طاسة كده، هحط معلقتين من الزيت، وهكون مقطعة بصلاية كده وسط، مقطعاها برضو ناعم، مش تقطيع كبير ولا خشن. انا مش عايزة في الطبق ده يكون فيه اي قطع كده باينة خالص، يعني انا عايزة طعم الحاجة اللي احنا هنحطها بس من غير ما يكون فيه قشر او فيه اي حاجة كده باينة. البصلة هنا برضو مش هحمرها، انا هتدبل بس، مش عايزة ان هي تاخد لون او كده تكون حامية او تحرق في الصدر. بعد ما دبلت كده معايا، نزلت بالخلطة الحلوة اللي احنا ضربناها في الخلاط، ومش قادرة اوصف لكم على ريحتها وهي لسه بس كده في الخلاط من غير ما نضيف لها اي حاجة. هحط بقى رشة من الملح، حوالي نص معلقة، رشة من الكزبرة الناشفة، ورشة من الكمون، بس مش هنضيف حاجة تاني. هنقلبهم بقى كده مع بعض تقليبة كويسة، وهدي عليهم النار، وهغطيهم واسيبها تتسبك شوية على ما نشوف بقى الخطوة التانية. بعد كده جبت حبة كده حلوين من الفول البيتي بقى. الفول ده انا عاملاه في البيت، يعني عايزة اقول لكم زي الزبدة كده، ولونه فاتح زي ما انتوا شايفين كده، مش غامق، بالمية بتاعته. وهحطه في الكبة وهضربه برضو كويس قوي، مش عايزة يكون فيه اي حاجة يعني خشنة خالص، هضربه كده لما انعم. طب لو ما عندكيش كبة، اهرسيه كويس قوي بشوكة او بالهراسة بتاعة البطاطس دي، باي حاجة. المهم انا عايزة الفول يكون مطحون كده، مهروس كويس زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كمان، واخدين بالكم من لون الفول فاتح ازاي يعني، وبقاله كمان كذا يوم عندي، مش لسه عاملاه طازة في الوقت ده. بعد كده كانت الطماطم عندي هنا اتسبكت. هنزل بقى بالفول اللي انا طحنته هنا كده في الكبة، وهبدأ بقى ايه اقلب بقى كده. ودوقي بقى وظبطي لو محتاجة ملح، محتاجة حبة كمون، يعني ظبطي بقى التوابل بتاعتك. مهدية هنا النار، وهبدأ واحدة واحدة كده ادخل الفول في الخلطة بتاعة الطماطم. يعني عايزة اقولكم هنا واخدين طعم الثوم وطعم الفلفل الرومي، من غير ما نكون حاطينهم، مش باينين قطع. الفول مفيهوش قشر خالص، الطماطم مش مقطعينها كده ولا فيها قشر ولا فيها قطع ولا اي حاجة. طبق الفول بيوريه كده زي ما انتوا شايفين، ناعم جدا، الطعم خطير بجد، لازم فعلا تجربوه. اخر حاجة بضيفها بقى عشان تظبط معايا الطعم كده، وهي عصير ليمونة في الاخر خالص، وبروح مقلبها بقى كده عليه. بسيبه بس لمدة دقيقتين كده، لما الفول يتشرب من الخلطة بتاعة الطماطم اللي احنا عاملينها بالحاجات الحلوة اللي حاطينها فيها، وبيكون جاهز معانا في 5 دقايق بالظبط. هتكوني عاملة احلى طبق فول. شايفين الفول ناعم جدا ازاي، زي بتاع المطاعم بالظبط، بتاع السندوتشات. شايفين شكله واللون بتاعه خطير، يعني بجد حاجة كده تفتح النفس. لو اي حد هيدوقه هيسألك على الطريق. بعيش بقى، هاتي عيش بلدي بقى كده، وابدأي اعملي سندوتشات، هتاكلوا احلى طبق فول بجد. يعني مش عايزة اشكر فيه كتير، غير إيه لما انتوا جربوه بنفسكم. والناس كمان اللي هي بتتعب من قشر الفول وكده، لا ده مفهوش قشر خالص. ممكن بقى ايه معلقة زيت كده على الوش تلميعة، بس احنا يعني مش عايزين نكتر في الزيوت كتير. قرنين فلفل بس كده نزين بيهم الطبق، واعملوا بقى احلى سندوتشات فول، وكلوا احلى فول بجد، هتدعولي عليه. يلا بقى حطوا لايك للفيديو، اشتراك في قناتي وصفات بيت اقتصادية، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.